لو عايزة تعملي بسكوت النشادر بالطريقة الصحيحة وتبقي فيه كمان زي المحترفين، يبقى الفيديو ده أكيد ليكي. هقولك ازاي تعملي بسكوت نشادر زي الكتاب ما بيقول. هيدخل الفرن وهيخرج بالنقشة بتاعته زي ما هي هتبقى ثابتة عليه، وكمان واخد لون خطير جدا. هقولك سر التسوية اللي يخلي البسكوت بتاعك كله يطلع بنفس اللون كده. شايفين شكله تسويته من فوق ومن تحت؟ اللهم بارك، تحفة جدا جدا. هوريكم كمان من جوه قلبه عامل ازاي. بصوا البسكوتيه ما شاء الله محمله، تدخل كوبايه الشاي تدوب معاكي من غير ما تتكسر منك، وهتطلع زي ما هي. بصوا ما شاء الله. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي الطريقه الحلوه دي، ويا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير كتير. ولو اول مره بتشوفيني من اسمي سعاد، ولو ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشرفيني وتنوريني باشتراكك. عندي هنا ربع كوبايه من الحليب الدافي زائد معلقتين كبار، تمام كده. دفيتهم على النار وعليهم معلقه كبيره ممسوحه من النشادر بما يعادل 10 جرام. هحطها وهقلبها، هلاحظ كده ان ابتدى يعمل فوم. تمام. يبقى كده النشادر بتاعتي صالحه. هسيبهم بقى على جنب لغايه ما يبردوا تماما، ونشوف الخطوات بتاعتنا هتبقى عامله ازاي بالظبط. هنا بقى في العجان او بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي على ايدك مفيش اي مشكله. عندي كوبايتين وربع من السكر البودر بما يعادل 400 جرام، عليهم كوبايتين من الزبده بدرجه حراره المطبخ بما يعادل برضه 400 جرام. تمام. والمهم جدا ان الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. وهنبتدي ان احنا نشغل عليهم العجان او المضرب لغايه ما قوامهم يكون كريمي. تمام كده. لازم نضرب فيهم لغايه ما قوامهم يبقى كريمي خالص يا جماعه. شايفين انا عايزاهم بنفس الشكل كده. دلوقتي بقى معايا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ برضو. هنزل ببيضة بيضة، مش هنزل بالأربع بيضات كلهم مع بعض. وأول ما البيضة اللي أحطها ألاقيها اختفت أنزل بالبيضة التانية على طول لغاية ما نخلص الأربع بيضات كلهم. لو هتعمليهم بالمضرب اليدوي على ايدك هياخد المرحله بتاعه السكر والزبده تاخد معاكي وقت شويه، بس في الاخر هتوصلي للنتيجه اللي شفتيها في الاول. لكن بعد كده بقيه الخطوات سهله جدا. شايفين كل ما بيضه بتختفي بنزل بالبيضه اللي بعديها على طول. وطبعا مادام في بيض يبقى اكيد في فانيليا، معلقه كده صغيره من الفانيليا. الازازه دي بقت صغيره جدا يعني نصها كده، فحطيتها كلها. تمام. بصوا بقى شكلهم بقى عامل ازاي، قوامهم بقى كريمي كده، بقت زي الكريمه التقيله. كان المفروض دلوقتي انزل باللبن والنشادر بعد ما بردوا، بس انا للاسف نسيت. بس الحمد لله معايا كيلو من الدقيق زائد معلقتين كبار. وبعد كده نزلت باللبن والنشادر، ما حصلش اي حاجه، والبسكوت كان زي الفل بصراحه. دلوقتي بقى معايا معلقه كبيره مش هرميه من البيكنج باودر، وزنهم حوالي 10 جرام. وكوبايه من النشا وزنها حوالي 100 جرام. والنشا هنا بيدي قرمشه للبسكوت حلوه جدا جدا، ما تقلقيش مش هينشفه، بس بيديله قرمشه بجد جميله. وزي ما قلت لك انا نزلت بالحليب والنشادر بعد ما نزلت بالدقيق. المفروض ان انا انزل قبل الدقيق، يعني بعد خطوه البيض دي انزل باللبن والنشادر. بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ما حصلش اي حاجه، والعجينه كانت زي الفل بصراحه. بصوا بقى عجينه البسكوت هنا بعد ما يعني حطيت الدقيق، ما عجنتش كتير يا دوب بس الدقيق اختفى. بصوا بقى قوامه عامل ازاي. ما تعجنوش البسكوت كتير يا جماعه بعد ما تحطوا الدقيق، لان هينشف معاكي ومش هيبقى حلو خالص. فهريح العجينه 10 دقايق وبعدين هنشتغل فيها. لازم نريح العجينه الاول 10 دقايق. هنا بقى بالمكنه. بصوا الوش ده انا بحبه جدا بصراحه، الشكل ده يعني. اهم حاجه لما تحطوا كده العجينه في المكنه تضغطوا عليها بايديكم من فوق عشان تنزل بسكوته محمله. لو ما ضغطتيش هتنزل البسكوته خفيفه خالص، وهتنزل كمان معاكي متقطعه كده، مش هتنزل سليمه قوي. تمام. فلازم يعني لازم حد بقى يلفلك المكنه، فعشان انتي ايد بتاخد البسكوته والايد التانية بتضغط على العجينه من فوق. بصوا شكلها ما شاء الله. الصاج بتاعي او الصينيه بتاعتي مش مدهونه اي حاجه خالص. طبعا شفتوا معايا في اول الفيديو الشكل بتاع البسكوت ده هيدخل الفرن وهيخرج زي ما هو، مش هيتأثر خالص. ده معنى كده ان العجينة بتاعتي ناجحة جدا ما شاء الله. بصوا هنا انا بوريكم ان انا كنت بضغط على العجينة كده بايدي. ادي هنا اول صاج خلص. تمام. هنا بقى الفرن بتاعي سخن جدا على درجة حرارة 180. هحط البسكوت اول 7 8 دقايق كده على درجة حرارة 180، وبعدين ههدي النار ل 160 وهسيبه لغاية ما ياخد اللون الحلو ده. وهطلعه على طول، ملوش وقت محدد لان الافران كلها بتختلف عن بعضها في درجات الحرارة. يعني ممكن يكون الفرن بتاعك احمى من الفرن بتاعي، او ممكن يكون ابرد منه، فملاش وقت محدد بصراحة. اول ما تلاقيه خد اللون الحلو ده بتطلعيه على طول. وطبعا طول ما هو في الفرن بنراعي ان احنا نلف الصينيه كل شويه عشان ياخد تسويه واحده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.